يعطيكم الصحة والعافية يا رب، وركز معايا اليوم بإذن الله طبخة عالمية استثنائية، حاجة كذا مستحيلة، فاخرة من الآخر. بس إيش؟ في قلبك، في قلبك، في قلبك حبيب قلبي. الله يعطيكم الصحة والعافية. اليوم بإذن الله عندنا ضيف استثنائي، الشيف أبو أسامة. الله يعطيك الصحة والعافية، شرفتنا حبيب قلبي. اليوم أبو أسامة جاي يبغى يورينا كيف نسوي المندي الحضرمي بالتمر الهندي، يسمونه مندي الخالات صح؟ يا سلام. نعم مندي الخالات. يسمونه مندي بالتمر الهندي. راح نسوي نص الكمية اللحم اللي موجودة عندنا حنسويها بالتمر الهندي، والنص الثاني بنخليها كلاسيكية زي ما هي. لكن الرز ما راح نحطه تحت المندي، لا الرز راح نسوي رز حضرمي يا جماعة الخير. هذه عادة بتكون الطريقة المنزلية في المنازل. حضرموت في فئة كبيرة بيعملوا الرز خارج اللحم، يطبخوه يسووا كذا رز مكشن بطريقة كذا جميلة لذيذة. ناخذ اسرارها من عند الشيف ابو اسامة. كيف حالك؟ حبيبي ابشر. ايش نسوي؟ اول شيء يا سعدنا، يا هلا بالحامل والمحمول. حبيبي الله ويعطيك العافية. الله يعافيك. وش الاجواء الحلوة دي؟ اليوم اجواء استثنائية ان شاء الله حبيبي الله يسلمك. اجواء حضرمية 100% بإذن الله. طيب خلينا ناخذ من عندك اول شيء تتبيلة مندي الخالات اللي هو الهندي. عندنا اللي هو المندي العادي، نحط صفار مع الملح. نعم مع ملح وفلفل اسود شيء بسيط. ذاتس ات. خلاص هذا هو. ممتاز. هنا بس بنسوي بندوب التمر الهندي. بندهن بعد ما نتبله بالتتبيله العاديه، جزء منه بندهن دهان تمر الهندي، بيعطي نكهه جميله فيها شوي حلاوه وحموضه في نفس الوقت. يعني فقط التمر الهندي هو الاضافه فقط. هو الاضافه فقط. بيعطي لون زياده وبيطعم زياده. بيطعم يعطيك كذا شويه حلاوه، لانه التمر فيه شويه سكر. بالضبط. انت سكر يا حبيبي. حبيب قلبي. الله يسعدك. طيب بالنسبه للرز الحضرمي، نعم هذا اللي ابغى اعرفه منك، ايش سر الرز الحضرمي؟ الرز الحضرمي سره في الكشنه. الكشنه هي لحالها تاخذ تقريبا ساعه اعداد الكشنه. والله شلون؟ كشن اول شيء نكشن البصل. نعم. حلو الين ما ياخذ اللون الذهبي كذا. ايوه اذا اخذ اللون الذهبي نضيف عليه معجون الطماطم مع البهارات الصحيحه. البهارات الصحيحه وش عندنا ورق الغار والفلفل الاسود، ماجي، عندنا اللومي. بهارات صحيحه اللومي. هذه البهارات الصحيحه المعروفه. تاخذ تقريبا ساعه اعداد الكشنه. والله شلون؟ كشن اول شيء نكشن البصل. نعم. حلو الين ما ياخذ اللون الذهبي كذا. ايوه اذا اخذ اللون الذهبي نضيف عليه معجون الطماطم مع البهارات الصحيحه. البهارات الصحيحه وش عندنا ورق الغار والفلفل الاسود، ماجي، عندنا اللومي. بهارات صحيحه اللومي. هذه البهارات الصحيحه المعروفه. ممتاز. طيب بعدين ننزل عليها الطماطم المطحونه. ايوه نخليها تسبك لمده ساعه. ليه تسبك؟ تمام. طب والبهارات انا شفت هنا في عندك كمون. هذه البهارات هي سر طبخه الرز بعد ما نضيف طبعا الرز نطبخه الحال. يقلب مع بعض البهارات برضه الصحيحه. سلقه يعني؟ سلقه الين نوصل 80%. شخل. نشخل هذا. طيب بعدين نسوي طبقات. طبقه الرز اول شيء طبقه كشنه بسيطه تحت، بعدين الرز، بعدين طبقه بسيطه من الكشنه، وهذه نطحنها مع بعض، شمر والكمون والكزبره. ونرشها رش على الرز. الله. معها برضه هذه نعصرها اللي هي الفلفل الرومي. ايوه. والكزبره وشوي زنجبيل وفلفل. رشه وبرضه نروح نحط طبقه رز الين نختمها. هذه بنسويها عصير يعني؟ عصير بالضبط. لا اله الا الله. فهي شوي يعني بتاخذ وقت لكنها فاخره من الاخر. لا اله الا الله. انا يا جماعه الخير جعت. الله يسامحك. انا توني بادي دايت. لا ما ورياضه. وين تبدا دايت؟ وهذا لحقن عليه. اذا انت انا لي سنه ابغى ابدا ما بديت. لا والله انا من يوم ما انولدت قال. طيب يا جماعه الخير، واضح انه الوصفه في لها كذا تفاصيل استثنائيه، وانا متحمس جدا. ابغاك تعزف لنا معزوفه جميله وانت قاعد تطبخ. جاهزين؟ ابشر. حلوين. اللبس هذا اللبس يا جماعه الخير، يعني ابو اسامه يحكينا عن اللبس الجميل هذا، بيعطيكم معلومات حلوه. جميل. هذه طبعا العمامه معروفه، والعمائم تيجان العرب. هذه الحبوه استخدمها حبوه للجلسه، يعني مثلا اذا جلست سوي كذا، حط رجلك كذا تصير مسند زي المسند لك. اذا رحت الحرم، رحت مكان جلسه سمر اي شيء، واذا خلصت تصير ديكور. تمام. وهذه الجنبيه معروفه. جنبيه طبعا ثمن الجنبيه يختلف من صناعتها ويختلف من اللي يلبسها. يعني مثلا هذه اللي لبستها انت تصير قيمتها مضاعفه اللي لبسها هشام بعد. الله. طب كاونتنج كم واحد ذبحت فيها ولا لا؟ اذا طبعا هذه الجنبيه نحن ما نطلعها. على قولهم يقول لك ما تطلع الا ترجع بدم. فما تطلع نهائيا، لان اذا طلعتها تقطع بها لحم، تقطع بها بصل، هذه اهانه للجنبيه. فالجنبيه ما تستخدم الا في صحيح. عاده يا جماعه الخير بتلقى اي شخص معاه جنبيه مع سكينه جانبيه بيحطها هنا، مجرد انه بغى يقطع اي حاجه بيقطع فيها. بس الجنبيه عيب انك هذا الحين يعني لا ما يستك ترجع. تخوف كذا.
فبالتالي ما بترتفع. الله يعطيك الصحة والعافية، يعافيك شكرا يا على حبيبي. المعلومات القيمة الله هذه، يسلمك. وأسعدتني بالزيارة. لكن نبدأ؟ نبي ننطرب وإحنا نطبخ. يلا توكلنا على خلاص الله. نقول بسم الله. بسم الله. قول لهم بسم الله نبدأ. بسم الله نبدأ، توكلنا على الله.